السلام عليكم يا شباب، كيف الحال؟ طمنوني عليكم، صلوا على النبي قبل ما نبدأ. طبعا اليوم حاب أذكر لكم 5 لاعبين يعشقهم الجمهور من الطرفين، سواء كانوا خصوم أو محبين. عرفتوا علي كيف؟ خلونا نبدأ، بس قبل ما نبدأ صلوا على النبي ويلا على الجو. أول لاعب طبعا اللي هو عندنا كانتي. صراحة هذا اللاعب خرافي وأسطوري والكل يحبه، بس يبتسم أنتوا تبتسموا وياه. صراحة كانتي شيء يعني، بصراحة قلبه نظيف وطيب وكل شيء كل شيء تقدر تشوفه من وجهه. عرفت كيف؟ هذا أول لاعب عندنا. ثاني لاعب عندنا طبعا مودريتش، طبعا بدون تردد. الكل يعشقه، حتى جمهور برشلونة يصفقونه. كلهم يعشقون هذا اللاعب، ما شفت أي حد يقول لي أكره مودريتش. أوكي، يحطون يعني عليه، يقولون مثلا خلاص اللاعب منتهي أو شيء، أوكي هذا انتقاد، بس ككره ما شفت الصراحة. أنتم اكتبوا لي إذا تكرهون اللاعب بعد ممكن. عرفت كيف؟ هذا ثاني لاعب. ثالث لاعب طبعا أوزيل، طبعا أوزيل هذا الكل يعشقه، بالذات المسلمين يحبون هذا اللاعب بصراحة، أخلاق وكل شيء. ريال يعني بصراحة تربية من الآخر، والدليل إنه دوم يدافع عن المسلمين ويتحدى العالم بس عشان المسلمين. عرفتوا كيف؟ فأنا أعشق هذا اللاعب. أنتوا اكتبوا لي في الكومنتس تكرهون اللاعب، أنا ما أشوف في حد يكرهه صراحة. لاعب فنان أسطورة وكل شيء، واعتزل بسن صغير بسبب المشاكل، لأنه كان يدافع عن المسلمين ويتبرع وكذا وكذا. عرفتوا علي كيف؟ رابع لاعب طبعا انيستا. صحيح انه برشلوني لكن الكل يعشقه. انا مدريدي واعشق هذا اللاعب واعشق ستايله في اللعب. شفت كثير له لقطات يعني قبل، انا لحقت على ايامه طبعا، اللقطات كثير يعني. انبهر من هذا اللاعب بصراحه، استانس يوم اشوف هذا اللاعب. يا اخي انيستا الرسام. اذا انت تكرهها عندك مشكله يا كره القدم بصراحه يعني. اكتبوا في الكومنتس تحبون هذا اللاعب ولا لا. خامس لاعب بدون تردد زيدان. زيزو، يا سلام عليك يا زيزو. هذا اللاعب طبعا الحين هو معتزل، الكل يعرف يعني هذا الشيء، هذا تفلسف نواف. على العموم زيزو صراحة لاعب خرافي ومحترم والكل كان يحبه يعني، بالذات انه كان يعني اصول غربية، وبصراحة يحبونه يعشقونه. اللاعب ستايله خرافي مثل انيستا تقريبا. هم الاثنين اساطير، لا تقارنون بينهم الله يخليكم، لان هم الاثنين سووا اشياء ما حد سواها. عرفتوا علي كيف؟ على العموم هذا اللي كان عندي. انتم الحين اكتبوا لي في الكومنت 5 لاعبين او 3 اللي تقدرون عليهم تحبونهم او الناس يحبونهم. عرفتوا علي كيف؟ صلوا على النبي، والصلاة مهمة في رمضان يا شباب، حتى لو بعد رمضان ركزوا شوي في الصيام. صلوا على النبي. سلام.